السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين منورين الدنيا كلها. بص احنا النهاردة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الكشري المصري اللي قدامكم ده، وده كان شكله بعد ما خلصته. واللي اول مرة يشوفني ويتابعني، انا مطبخ ام هاجر. اوعى ينسيني بالاشتراك في القناة، يفعل لي الجرس يوصل له كل حاجة بعملها. شير وكومنت حلو منك ليا. بصي احنا معانا العدس، معانا الحمص، معانا القوطة الحمرا الفريش، معانا بصل، معانا شعرية ورز ومكرونة. واقول لكم هنعمل بقى الكشري المصري ازاي بأسهل طريقة، ما بياخدش وقت ولا مجهود، وفي حلة واحدة هتعملي كل الحاجات دي. وتعالى اقولك هنعمل ايه الاول. اول حاجة معايا شوية مية، هنزل عليهم بالحمص وهروح احطه على النار يغلي غلوتين الاول. تمام كده. هجيب البصل هقطعه بالشكل ده كده عشان انا هحمره. هعمله حلقات كده بالشكل ده. شير وكومنت حلو منك ليا، شجعني وكبر قناتي. وبص انا كده بقطع البصل وهفتحه كده بالطريقة دي كده. كده هفتحه من بعضه كده وهحمره بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. سهل وبسيط وما بياخدش وقت ولا مجهود، وبجد هتعملي كشري في بيتك لأولادك هيعجبهم جدا. ليه تشتري بالغلا؟ ممكن تعمليه في بيتك، هتعمليه زي بتاع المطاعم بالظبط. كده انا عملت الكمية بتاعتي، عملت 3 بصلات كبار طلعوا معايا الكمية دي. اول حاجة هجيب حلة معايا وهنزل بالزيت بتاعي وهسيبه يسخن شوية. تمام كده الزيت معايا خلاص سخن، هنزل بالبصل بتاعي في الزيت. تمام كده قلبيه تقلبتين وسيبيه يتحمر معاكي، ما تقلبيش كتير عشان البصل معاكي ما يعجنش. حطي شوية ملح صغيرة. وكده معايا الحمص معايا خلاص ادى غلوتين. هرجع اقلب البصل بتاعي، ما تقلبيش البصل كتير علشان ما يعجنش معاكي. كده خلاص غيرت المية وهحط مية نضيفة. غيرت مية الحمص وحطيت مية نضيفة. وهحط بقى فصين توم. ممكن تحطي قطايه بحالها، ممكن تحطي شويه صلصه قوطه. انا هحط شويه صلصه قوطه. تمام كده هسيبه يغلي معايا وهوبا النور قطع. كده انا هعمل معاكم الاكل على الكشاف بتاع التليفون. كده خلاص البصله قربت تحمر معايا. كده خلاص البصله بتحمر معايا كده. تمام هجيب بقى طاسه حلوه وهنزل عليها بشويه الزيت. هقولك ليه دلوقتي. وهنزل بفصين من الثوم مهروسين. هتقولي ليه؟ هقولك هنعمل الصلصة بتاعت الكشري. نزلت كده ايه معلقة توم مهروس. هحمر بس التومية شوية تبقى مصفرة حاجة بسيطة، ما تخليهاش معاكي محروقة. تمام كده خلاص التوم احمر معايا. هننزل بقى عليها بالصلصة بتاعتي. يا جماله يا جماله. انا عارفة اللي انتي اول ما هتشوفي الكشري دلوقتي هتقومي تعمليه على طول. بجد بجد هتعملي كشري في بيتك لاولادك زي بتاع المطاعم بالظبط. وكده خلاص البصلة معايا كده احمرت تمام. وعايزة اقولك ان البصلة معايا ناشفة. شوية ملح صغيرين خالص هينشفوا معاك البصلاية. هاتي مصفى وصفي فيه البصل بتاعك وارجعي رجعي الزيت تاني في نفس الحلة. هقولك ليه دلوقتي. هقولك عشان هنحمر فيها الشعرية. تمام كده يا غالية. هنقلب برضو الشعرية على طول لان ممكن تلسع منك. تمام كده الشعرية كده ايه انا مش هحمرها قوي عشان هي بتبقى سخنة وبتحمر لوحدها من غير زيت. تمام كده صفيت الشعرية زي البصل. هرجع احط مية في الحلة
واحط شوية كمون، شوية فلفل اسود، شوية ملح، وهنزل عليهم بالعدس بتاعي بعد ما تغسليه. تمام كده، هيدي معاكي غلوتين. واما يدخل في السوا هقولك هنعمل ايه دلوقتي. كده انا قلبته وهغطيه بقى يستوي شوية في المية بتاعته. تمام كده، العدس خلاص دخل في السوا معايا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل بالشعرية بتاعتي اللي انا محمراها. تمام كده، واللي على الوش ده دي حبايات من البصل المحمرة، فعادي ما تقلقيش، هي كده كده ايه بتختفي مع الرز وبتبيض. تمام، نزلت بالرز بتاعي. طبعا انا كنت محدقه الميه، حاطه شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه ملح. تمام كده، زودت الرز بتاعك. هنغطي عليه لغايه بقى ما يشرب الميه بتاعته. تعالي نبص على العدس كده، خلاص هو كده ايه ابتدى يشرب الميه بتاعته. بصي كله في حله واحده، لا هتوسخي مواعين ولا اي حاجه، كل حاجه في حله واحده بس. وعايزه اقولك بتعملي احسن من بتاع المطاعم بالظبط. كده خلاص الصلصه بتاعتي خلصت. هنحط ميه المكرونه، وكده الحمص بتاعي خلاص كده استوى.